يا مساء الفل وصباح الفل. آه على حسب بتتفرجوا على الفيديو امتى. زي ما اتفقنا النهاردة هنبتدي في الشغل بقى الحقيقي. هنتكلم النهاردة عن mainly الورك فلوز دي. هتبقى سلسلة تقريبا، هتبقى عبارة عن من 4 ل5 فيديوهات على حسب هيبقى كل فيديو ورك فلو، ولا ممكن ناخد مثلا 2 ورك فلوز مع بعض على حسب الكومبلكسيتي بتاعت كل ورك فلو. آه كنا اتفقنا خلاص، احنا خدنا 2 سيشنز الأساسيات أو البيزكس بتاعت لانجراف. مش عايزين نتعمق أكتر من كده في اللانجراف لأن مش ده الهدف. هي powerful framework، فاحنا هنستخدمها عشان خاطر نعمل السيستم أو التاسك بتاعتنا. فالنهاردة هتبقى المسابقة فيلم الناظر ما بين مدرسة الايجنتس ومدرسة الورك فلوز. هنشوف ايه الفرق ما بينهم. بعد كده هناخد نبذة عن الورك فلوز، الأنواع بتاعهم. ناخد كده كل واحد بيعمل إيه باختصار. وهناخد أبسط واحد فيهم واللي ما يعتبرش ورك فلو قوي، اللي هو أو ورك فلو بس بسيط، اللي هو ال Augmented LLM. هنشوف بيتكلم عن إيه، وهناخد 3 أكواد منهم الشغل العملي في الآخر يعني. فالنهاردة السيشن مش تقيلة بس هتبقى طويلة شوية. فاللي هيعمل كوباية قهوة ولا شاي على حسب بتشرب ايه يعني. جايز حاجتك وتعالى ايه عشان ايه السهرة طوالي. طيب، قبل ما نتكلم تكنيكالي، تعالى ناخد سيناريوهين. أول سيناريو اللي على الشمال. أنا مثلا عارف طباخ أو عندي طباخ، وقلت له أنت كل يوم عندك instructions للأكل بتاعي. ما تشغلش دماغك، ما تفتكسليش. لا، انا عايزك تمشي بانستراكشنز او بسيستم عشان انا عامل دايت مثلا. فمثلا قلت له انا عايز افطر كيكه، ما اعرفش دايت ايه اللي فيه كيكه، بس ايه معلش مشوها. فقلت له انت اول حاجه هتجيب الدقيق والبيض، تاني ستيب هتضيف اللبن، بعد كده هتبيك مثلا في اي الفرن بقى ولا في الميكرويف على درجه 180. بعد كده ايه هتسيرف الكلام دوت مثلا مع كوبايه شاي ولا بتاع. في سيناريو تاني اللي على اليمين، نفس الشيف. انا راجل شغال ومفيش دماغ بقى اقول له اعمل لي ايه وما تعمليش ايه. انا جايب شيف مثلا من ايطاليا، وايه وسايبه هو اللي يعمل لك القصه دي. فقمت ناديت له، قلت له يا شيف، قال لي نعم. قلت له شوف لنا ايه اللي في التلاجة النهارده، ويطبخ لنا حاجه على ايه على مزاجك. فانا ما اديتوش انستراكشن، ما قلتلوش يعمل ايه. هو دخل على حسب ما هيلاقي ايه اللي في التلاجة، هيبتدي هو بقى ايه. هيعرف هيجيب مثلا لقى بيض، لقى دقيق، لقى زيت، فممكن يعمل فطير مش عارف ايه، لقى بتنجان ولحمة مفرومة يعمل مسقعة. هيتريت زي ما هو عايز، هيلوب، هياخد الديسيجنز لغاية ما يخلص ايه الأكل. فتفتكروا مين الورك فلو ومين الايجنت؟ طبعا انا غششتكم الإجابة. الورك فلو اللي على الشمال، والايجنت اللي على اليمين. الورك فلو بتبقى الدنيا معروفة بدايتها ونهايتها. يعني السيستم بتاعك الورك فلو، حتى هو اسمه ورك فلو. الورك فلو هيمشي من A to Z ازاي. حتى لو في مثلا راوتنج ولا في برانشنج، انت عارف الدنيا هتمشي ازاي، رايحة فين وجاية منين. لكن في الايجنتس لا، الايجنت هو اللي بيحدد مثلا انا محتاج استخدم التول الفلانيه. طب انا محتاج ايتريت مره، لا محتاج ايتريت التانية. طب الاجابه جاهزه، لا هايتريت مره تالتة اخد فيدباك مش عارف ايه. فالدنيا ما بتبقاش ديفايند خالص. ف وانا بحضر كان في كده في كذا ارتكل الفرق ما بين الورك فلو والايجنت، ممكن نقراهم سوا. ثانيه واحده. آه يعني هنا اه بصوا كده ونقرا سوا. بيقول لك ايه: ال agents are like smart assistants that can think on their own. ال agents
تقول لك مالكش دعوة، قول لي انت عايز ايه وانا هعمله لك. They use AI to understand situation, make decisions and act. Whatever the task is new to unpredictable, think of them as a chef who can make the meal based on what's on the kitchen. ده اللي احنا عملناه بالظبط. في الحالة العملية ممكن دوت يبقى السيستم بتاعك زي مثلا خدمة العملاء. انت الكويري اللي هيبعتها او السؤال اللي هيبعته اليوزر ده undefined، متعرفش يسألك على ايه، فالورك فلو مش ثابت. عكس مثلا في ال في الورك فلو هناك، آه، حاجة مثلا زي اللي هو الحاجة اسمها الاتش ار ليف. تبقى الدنيا سيستماتيك، انا هعمل ستيب اتنين تلاتة اربعة خلاص خلصت. او مثلا يعني او هتاخد لون مثلا من البنك مثلا، يعني وات ايفر. تبقى في ستيبس ثابته، انت مش عارف عندك ضمان، مش عارف ايه الامضاء، الحاجات ديت. فالستيبس دي بتبقى ثابته، عكس مثلا زي حوار ايه اللي كنا بنتكلم فيه، الكاستمر سيرفيس. انت ما على حسب السؤال بتاع اليوزر هيسأل ايه، هبتدي انا ايه هشوف هعمل ايه علشان ارد الاجابه الصح. طيب في الورك فلو بقى الناحية التانية are like a recipe with fixed steps زي اللي احنا قلناه في السلايدز. They are a list of tasks done in order. انت عارف هتعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. Like following a checklist for approving a loan. لسه قايلين الكلام دوت. Grateful tasks that don't change much. احنا لو فاكرين المرة اللي فاتت عملنا work flow، فاكرين؟ ثانية. فاكرين لو حد كان معانا الفيديو اللي فات، الاكزامبل بتاع الجريدنج. كنت انا بستارت، بعد كده بجريد، بشوف هو جاب كام. لو الدرجة أعلى من حاجة فلانية خلاص باس، لو أقل من حاجة فلانية ريتراي، وأقول له مثلا حسن من مذاكرتك أيا كان أنا هعمل إيه، وبأند. فالورك فلو ثابت، أنا عارف بدايتي فين ونهايتي فين، وأنا همشي كده أو همشي كده، وفي الآخر إيه هوصل للنهاية. فده يعني كنت انا لسه واخد بالي من الصبح قبل ما خلص تحضير الفيديو ان احنا اوريدي عملنا ورك فلو المره اللي فاتت، واحنا ما كناش لسه ايه خدناه. طيب كان في برضه ارتكل تانية، ودي هبعتها لكم هي والتانية. ارتكلز لطيفة يعني، تشرح الفرق بين الورك فلوز والايجنتس، وتحت بقى ايه بتكسبلين كل ورك فلو، وفي كودز كده ايه فظريفة. بمنتهى البساطة بيقول لك إيه: workflows have predetermined code paths and are designed to operate in a certain order. التاسكس متحددة والأوردر بتاعها متحدد، فده الورك فلو. أنا عارف بدايتي ونهايتي، ومن البداية للنهاية الورك فلو ممكن يمشي إزاي. لكن الايجنتس are dynamic. الورك فلو مش ثابت، على حسب اللي هيتبعت أو على حسب التاسك الايجنت شايف إن هو هينفذها إزاي. and define their own process and tool usage. هو بيحدد، هو شايف انا مثلا انا عملت iteration مرة، هل معايا الإجابة؟ هو شايف لأ، فأتريت مرة تانية معايا الإجابة تمام خلاص هعد. هستخدم الطرق الفلانية الإعلانية الإعلانية، بعد كده هكمل الستبس بتاعتي، هأتريت مرة رابعة. الدنيا مش ثابتة. فده مين اللي الفرق ما بين الورك فلوز والايجنت. تعالوا نرجع بقى للسلايدز بتاعتنا. برضو دي مقارنة لو فاكرين، برضو يعني بالصدفة اللي على الشمال ده بالظبط اللي احنا عملناه الاكزامبل بتاع الجريد. لكن هنا الايجنت مثلا هيريسيف الانبوت من الانفايرمنت، الانبوت جه دخل على الايجنت، الايجنت شاف ان هو لسه معهوش اي ريسبونس علشان يبعته تاني، فهيعمل بروسيس للانبوت ويديزايد هيعمل ايه، يعمل الديسيجنز بتاعته وهيكسكيوت الاكشن، بعد كده يبقى في فيدباك، هرجع ابديت الايجنت، لقيت الدنيا تمام خلاص، لقيتش الدنيا تمام هبروسيس تاني الانبوت. الفلو بتاعي مش ثابت، عكس الايه، عكس الورك فلو بتاعي هنا. هنا الدنيا متحددة شوية اكتر من هنا. طيب دي مقارنة سريعة كده. مين اللي بيحدد الستبس في الورك فلو؟ انت اللي بتحدده. تيجي من هنا هيتنفذ الراوتنج دوت مثلا، طلع اوتبوت معين هتروح بيه، طلع اوتبوت تاني هتروح سي، هتخلص.
لكن في الايجنتس ال LLM هي اللي بتحدد على حسب ايه انا محتاجة ايه علشان يبقى معايا مثلا الريسبونس المناسب علشان ابتدي ايه ابعته. predictable طبعا الورك فلو predictable طبعا ايه الستبس هتمشي ازاي. الايجنتس مش دايما. الكنترول طبعا الورك فلو اسهل، الايجنت اصعب من الورك فلو. الكوست ورك فلو تشيبر، لكن الايجنت انتوا عارفين ممكن يعمل كذا iteration، فبالتالي دي كوست علينا. السبيد طبعا الورك فلو اسرع. الايجنتس ممكن تبقى ابطأ بسبب التول كولينج الاتريشنز اتسترا. طبعا الايجنتس ابطأ. الديباجنج طبعا الورك فلو اسهل، الايجنتس الديباجنج بتاعه ايه اصعب. طيب، آه باختصار الورك فلو انت اللي بتكنترول الباس الفيكسد الستبس، اسف فيكسد. بريدكتبل انت متوقع ايه اللي يحصل بعد ستيب واحد، بعد كده اتنين، بعد كده مش عارف يعمل راوتنج هنا او هنا. تشيب ايزي، كل الكلام ده قلناه. الايجنتس ال ام هو اللي بيكنترول الباص على حسب هو محتاج ايه، عايز ينده تول، عايز يعمل اتريشن مره كمان، على حسب ايه ما التاسك تعوز. ممكن يعني ده اقتراح، ممكن تبتدي السيستم بتاعك ورك فلو كل شويه ايه تخلي الدنيا رايحه ناحيه الايجنتس اكتر، لو البروجكت بتاعك او التاسك بتاعك محتاج كده. طيب كده احنا خلصنا اول جزء في الفيديو بتاع النهارده. نخش على الجزء التاني اللي هو ايه بقى بتاع الورك فلو. طيب، آه ايه انواع الورك فلوز اللي احنا ممكن تبقى معانا؟ اول واحد الاوجمانتد ال ال ام، فيما معناه ان انت ال LLM بتاعك انت طبعا عارفين ان هو stateless. انت لو سألت سؤال وجيت بعد كده مثلا قلت له انا اسمي كرولوس، بعد كده جيت مثلا قلت له مرة كمان بعديها انا اسمي ايه، هيقول لك مش فاكرك ياض. ف... فانت محتاج تعمله حاجة اسمها اوجمانتيشن. كانت أول مرة الصراحة أعرف أوجمانتيشن يعني إيه بالعربي. معناه بالعربي يعني تعزيز، أو إن أنت تزود الكابابيلتيز يعني، أو تحسن. فطبعا من الحاجات اللي ممكن تحسن ال LLM مثلا الميموري، سواء شورت تيرم أو لونج تيرم. عن يعني الموضوع الميموري دوت إن شاء الله لما نخلص الورك فلو الجزء اللي هو الأربع خمس فيديوهات دولت هنبتدي إيه نتعمق أكتر في موضوع الميموري. يبقى ليه سيكشن لوحده إن شاء الله لو ربنا أراد. تول كولينج، انت ممكن تعمل بايندنج للتولز بتاعتك زي ما لل LLM زي ما هناخد النهارده. مثلا احنا عندنا تول للويذر، تول للسيرش زي تافلي، تول مثلا تحسب الضرايب بتاعتك مثلا لو انت بتاكل في مطعم يعني ايا كان. فكل دي تولز بتحسن الوظيفة او الشغل بتاع ال LLM. هي لو شايفة هي معاها ايه، زي مثلا الجندي بيبقى معاه مثلا درع وسيف. لو الجندي شايف ان هو في موقف ما محتاج يستخدم السيف هيستخدمه، لو الجندي شايف ان هو محتاج يستخدم الدرع في وقت تاني هيستخدمه. نفس الكلام، انت بتزود امكانيات ال LLM بتاعك ب tools، فهو على حسب السيتويشن او التاسك او المطلوب منه في الوقت الفلاني دوت او الوقت بتاع دلوقتي هيبتدي يستخدم التول واحد او تول اتنين او تول تلاتة يعني. لو انا سألته مثلا ايه الطقس النهارده، وهو عارف ان هو معاه capabilities ان هو معاه التول بتاعت الويذر، فهيبتدي يستخدمها ويجيب الاوتبوت منها ويقوم ايه مبصولك في الاخر. الستراكتشرد اوتبوت زي ما هناخد النهارده برضو. مثلا انت عامل سيستم خدمة عملاء، وعامل مثلا عندك على جنب سكورينج سيستم. فانت العميل كتب ريفيو، طبعا انت مش هتقول للعميل اكتب لي مثلا قسم لي الريفيو بتاعك السكور ومش عارف كام من كام وايه الريفيو بالتفصيل مش عارف ايه. مش هتقول له خانات، هتبقى رخمة. فانت اللي عليك الدور دوت. فانت محتاج يبقى الاوتبوت بتاعك، علشان مثلا لو انت من ستيج لستيج تانية، فانت محتاج من الستيج الاولانية تطلع اوتبوت اللي الستيج اللي بعديها بريدكت ان هي تستلمها. فاهمين قصدي؟
فعشان كده من برضو الحاجات اللي ممكن تحسن ال LLM هي ايه؟ ال Structured Output. طيب، آه من انواع الورك فلوز البرومبت تشيننج، ان انت بتبتدي مثلا الستارت بتاعتك، بعد كده في ستيج، بعد كده الستيج ديت متوصلة ب كومبوننت تاني، هتطلع الاوتبوت مثلا لكومبوننت تالت ايه، وهكذا. فبيقول لك يعني ايه each LLM can take the output of the previous one as input chain، يعني سلسلة، كل كومبوننت بيسلم ايه الاوتبوت للتاني. ممكن دي تبقى ايه الكيس بتاعتها، ان انت مثلا ايه عندك كومبوننت بايه extract keyword متوصل بيه، بعد كده بعمل summarization، بعد كده verify for accuracy، فهي ايه عملية ماشية ايه، كل واحد بيسلم اللي بعديه. آه الراوتنج اللي احنا كنا ايه عاملينه، ان هو بتاع الجريدنج لو فاكرين المرة اللي فاتت، على حسب مثلا انت بتستلم الانبوت من اليوزر. انت مثلا عندك LLM بيأكت از ان هو رايتر مثلا، ممكن يكتب جوكس، ممكن يكتب قصص ستوريز، ممكن يكتب بويم شعر. فعلى حسب انت عايز ايه، انت مثلا بتقول له انا عايز اكتب لي نكتة، فال LLM هيعمل راوتنج للايه للجوك باس، ويخلص التاسك بتاعته ويقوم ايه مسلمها للاوتبوت. قلت له انا عايز تكتب لي قصة، فال LLM هيفهم انت عايز ايه، وهيعمل راوت للستوري باس، هيكتب القصة ويقوم ايه مخلص ومسلم ايه، ونخلص ونروح للاوتبوت بتاعنا. نفس الكلام للبويم. الباراليزيشن ان انت عايز كذا تاسك من اسمها تتنفذ في نفس الوقت. مثلا انت عندك ارتكل وعايز تترجم للعربي والانجليزي وللفرنش مثلا، التلاتة مش معترضين على بعض، كلهم معتمدين على ايه سورس واحد. فانت ممكن التلاتة ده يترجم عربي، ده يترجم للانجليزي، ده يترجم للفرنساوي، وفي الاخر ايه الاجريجيتور اللي هو بيجمع الاوتبوت بتاع التلاتة علشان يبتدي ايه يجنريت الريسبونس لليوزر. الاوركستريتور دوت ده انت مثلا التاسكس بتاعتك كومبلكس معقدة شوية، فانت محتاج تقسمها او تعمل بلان، بعد كده تقسمها لكذا ستيبس او لكذا ستيج، بعد كده تجمع الاوتبوت مع بعض. فانت عايز تاسكايه مثلا، التاسكايه دي زي ما قلنا هي بتبقى كومبلكس شويه، فابتدي انا عندي مثلا كذا وركر 1 وركر 2 وركر 3 وركر 4، ممكن يبقى عندك كذا وركر عادي، كل واحد ليه تاسك معين. طب مين عمل البلاننج، ومين اللي هيقول مثلا الوركر الفلاني دوت هيخلص ايه والوركر التاني هيخلص ايه، هو الاوركستريتور. فكل واحد بيعمل شغله زي ما بالبلد زي ما بنقول، وفي الاخر ايه بنجمع برضو الكلام دوت، بنعمل له كومباينيشن علشان نسلم الاوتبوت ايه لليوزر. انا طبعا بجري في الورك فلوز، مش عايز اتعمق في كل واحد فيهم علشان الفيديو ما يطولش، وعلشان اصلا كل واحد منهم زي ما قلنا هيبقى ليه كل واحد او كل اتنين هيبقى ليهم فيديو منفصل. احنا بس ايه بناخد فكرة عامة عن عن كل ورك فلو. في برضو الايفالويتور، ان انت عندك مثلا بتعمل جنريشن لاوتبوت معين، بيبقى عندك ايفالويتور بيجادج الكواليتي، تمام اكسبت وعدي، طب مش تمام بقيت ريت، هيجنريت حاجة احسن، هيروح للايفالويتور هيأفالويت، تمام مش تمام هيتريت تاني لغاية ما يبقى الجادجمنت تمام، فهيباص وابقى انا كده خلصت الايه التاسك بتاعتي. طيب، النهارده احنا قلنا عشان ما نطولش هناخد الاوجمانتد ال ال ام، ثانيه البتاع دوت معرفش. ماشي. زي ما قلنا الاوجمانتد ال ال ام، ان انت عندك ال ال ام كده معهوش اي حاجه لوحده، يعني قصدي انت بقى بتديله ايه، بتديله الكابابيلتيز بتاعته. زي هنا كان اسمه ايه هنا في الفيلم محمد سعد عوكل. اه هو قال له قعدوا ايه يديله، مش هشرح الفيلم لا طيب طبعا، بس انتوا عارفين الفيلم، هو ادوله سيف ومش عارف درع وما اعرفش الفاس دوت وايه عشان يحارب. فهم هنا ادوله ايه، ادوله الكابابيلتيز. فعوكل هنا هو ال ام، والفاس والسيف والدرع هو ايه الكابابيلتيز بتاعت ال ام. طب ايه الكابابيلتيز؟ زي ما قلنا ممكن تبقى تولز،
ممكن تبقى structured output، ممكن تبقى memory. طيب عايزين نشوف الكلام ده بقى. كفاية نظري، تعبتوا انتوا طبعا، فتعالوا ناخد الايه النظري بتاعنا. فتعالوا النهاردة هناخد حاجتين، التولز والstructured output. الميموري زي ما قلت لكم احنا هنعملها سيكشن تاني اصلا لوحده، بعد الورك فلوز هنتكلم عن الشورت واللونج تيرم ميموري. فالنهارده هنركز على حاجتين، الستراكشرد اوتبوت والتولز. آه ناخد اول كود معانا. طبعا فاكرين اللانج جرافز بتبقى متكونة من نودز وايدجز وفي ستيت، فاكرين طبعا الكلام دوت. طيب اول حاجة احنا هناخد التولز على كودين، كود بستخدم لانج جراف وكود بستخدم لانج تشين. يعني الاتنين تمام. انا كنت في الاول الصراحه عامله لانج تشين، بس قلت علشان ايه ما نفصلش من لانج جراف، عملت كود باستخدام ايه لانج جراف. وبعد الكودين دولت هناخد الاكزامبل بتاع الستراكشرد اوتبوت، ونبقى كده خلصنا النهارده الحمد لله. طيب بامبورت الحاجات اللي انا محتاجها، وبلود دوت انف طبعا عشان ايه الود ال ام بتاع الاي بي اي بتاعي. آه عندنا اول تول اللي هي الجيت ويذر، بستقبل السيتي اللي هي من نوع string وبرجع string. هنا انا عاملها هارد كودد، ان انا لو جالي نيويورك مثلا هتبقى ايه الدنيا مثلا صاني، لندن كلاودي و15 فahrenheit، طوكيو ريني و20 سيليزيوس مثلا اي حاجه. هنا بس ايه ببرنت ان طول الويذر از كولد عشان اعرف ايه هل هو جاوب من نفسه ولا استخدم التول ديت. طبعا التول دي ديكوريتور علشان تبقى مع جبتها منين الديكوريتور دوت من لانجتشين كور دوت تولز اللي مش عارف يعني، علشان احول الفانكشن العادية ديت لتول اقدر استخدمها عندي في الورك فلو بتاعي. وبريتيرن الويزر داتا ان انا جيت السيتي، على حسب بقى هي مثلا نيويورك هتبقى صاني مش عارف ايه، لندن كلاودي مش عارف ايه، طوكيو. ولو ما لقاش حاجة لو انا بعت سيتي مثلا مش موجودة، هقول له الويذر داتا نوت افيلبل. التول التانية اللي هي الكالكوليت تيب اللي كنا اتكلمنا عنها في الأول، بتستقبل الكلام دوت وبترجع قيمة فلوت. أه وطبعا ببرنت إن أنا لو أنا عديت هنا، هطبع الكلام دوت عشان أعرف إن أنا عديت على التول تيب ديت. وبرجع له إيه المفروض يرجع. طيب علشان ما يبقاش كله ايه ما تبقاش حاجة هارد كودد وخلاص، استخدمت تافلي. تافلي دي تول بتعمل ويب سيرش. طبعا ليها اي بي اي، ليها اي بي اي كي انت المفروض تبقى حاطه هنا. آه فهنا بتعمل الشغل بتاعها على حسب انا بسيرش على ايه، هتبتدي ايه تشوف وترجع لي الاوتبوت. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ انا هجمع التولز بتاعتي وهعمل حاجه اسمها بايندينج ال LLM بالتولز، يبقى انا كده اديت ال LLM بتاعي الكابابيلتيز بتاعت التولز. طب انا المفروض اعمل ايه؟ انا عملت لستة جمعت فيها التولز بتاعتي اللي هي بتاعت الجيت ويذر والكالكوليت تيب والايه والتافلي سيرش. وهستخدم من اوبن اي اي الموديل اللي اسمه جي بي تي 4 او. هنا بقى ايه الجزء عارفين انتوا الميم بتاع سانوس لما جمع الخمس احجار ومش عارف ايه بقى خلاص فول باورد. هنا نفس الكلام، انا اديت ال LLM بتاعي الكابابيلتيز بتاعت ايه التولز، حتى اسمها ايه باين تولز. كده خلاص يبقى هي دي ايه ال LLM بقى augmented او بقى محسن بالتولز بتاعتي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعرف الستيت بتاعتنا agent state type dict. المسجز بتاعتها هتبقى ايه؟ فاكرين annotated هتبقى مجموعة من الليست، ومش هعمل override، كل شوية هأبند. الاد مسج ديت كنا خدناها المرة اللي فاتت لو فاكرين. فانا كده هتبقى لستة مجموعة، هتبقى لستة
على حسب انا مثلا هيبقى في الهيومن مسج، التول مسج، الاي اي مسج، وهكذا. طيب، بعد ما عرفنا الستيت هنعرف النودز. طبعا عندنا مين؟ قبل ما اكمل انا حابب بس اوريكم الجراف شكله عامل ازاي. انا عندي الستارت، بعد كده هروح لل LLM. لو ال LLM شايف ان هو مش محتاج التولز في حاجة، هيروح ايه؟ شايفين حتى لو فاكرين المرة اللي فاتت ان طالما الايدج بتاعتي منقطة تبقى دي كونديشنال، يعني يا اما هيروح هيجاوب من عنده ويند، او هيروح للتولز. التولز هترجع له اللي هو عايزه، ايا كان بقى انا هستخدم انهي واحدة، وهرجع تاني لل LLM. خلصت، هقوم مجاوب وبقيت. فدي الايه، ده الجراف بتاعنا. يعني انا دايما بحب حتى لما اجي مثلا اذاكر حاجه ابقى اشوف اخرها ايه، او مثلا لو بذاكر بروجكت او كود عشان ابقى عارف انا ببني ايه او كل حاجه بتعمل ايه. طيب، تعالوا بقى نشوف الكلام ده ازاي. انا عندي النوت بتاعت ايه، بتاعت ال LLM عادي، بقى نفك الايه ال LLM عادي جدا على حسب المسج اللي جاي لي. عندي التول نوت، استخدمت التول نود اللي جايه من فين؟ اللانجراف. هي دي النود بتاعت التول بتاعتي اللي هي هنا. آه خلصت، هما تو نودز لو فاكرين اهو، ال LLM والتولز. آه هنا في كونديشنال، يا اما كده يا اما كده. فاكرين كنا بنعملها ازاي المره اللي فاتت؟ فين؟ هي دي اللي بتحدد هل انا هستخدم التول ولا هروح وهانده خلاص. فانا بتشيك اخر مسج جات لي. طب اخر مسج ديت بجيبها ازاي؟ بالسطر دوت. طيب، هل اني اخر مسج جايه منين؟ من ال LLM. لو ال LLM شايف ان انا اللاست مسج فيها تول كولز، وهل هي موجودة فاضية ولا لا. لو الكونديشن ده اتحقق هريتيرن التولز. فاكرين ده هستخدمه فين؟ تحت لما هعمل النودز، ولما اروح من حتة لحتة. آه يعني لو دي رجعت تولز، هروح للايه، لنود اسمها تولز اللي هي فين، اللي هي هنا، لو فاكرين من المرة اللي فاتت. لو لأ، لو انت مش هتستخدم تولز، هتعمل ايه؟ هتريتيرن اند، اللي هي مين؟ النود بتاعتنا اللي هي متعرفة اصلا فين؟ predefined في اللانجراف. يعني بمنتهى البساطة السطر ده بيعمل ايه، او الجملة دي بيعمل ايه؟ لو حد ما شافش الفيديو اللي فات، هل ال LLM شايف ان هو محتاج تولز؟ لو شايف ان هو محتاج تولز هيروح ينده التولز. هشوف انا محتاج انهي واحده من الثلاثه بتوعي، هانفوك وهرجع. خلاص انا بقى معايا الايه، الحاجه بتاعتي وهني. طيب، لو انا ال LLM مش شايف ان هو محتاج تولز، خلاص هروح للاند، وبقى انا كده ايه، خلصت الفلو بتاعي. طيب، آه كده خلصنا الايه الراوتنج لوجيك. بعد كده لو فاكرين الستيب اللي بعد كده كنا بنبني الجراف. بانيشالايز الجراف بتاعي عادي جدا، بادي النود. انا عندي ال LLM نود، وعندي التولز نود. انا ببتدي منين الفلو بتاعي؟ من ال LLM. ممكن ما تكتبش الستارت، يعني لو انا بدور ممكن ما تكتبش الستارت، هو اوريدي بيبتدي من الستارت، حتى انا مش كاتبها اهو، وهو ايه، ضافها لوحده. آه بعد كده ايه؟ الكونديشنال ايدج، فاكرين؟ ببتدي من البداية اللي هو ال LLM من هنا، وعلى حسب بقى الدنيا هتمشيني هنا ولا هروح للاند. ازاي؟ مين اللي بيحدد الشود يوز تول؟ طيب، لو رجعت لي تولز اللي هي هنا اهي، ايه اللي هيحصل؟ هيروح ينفوك ال النود اللي اسمها تول. تمام، اللي هي فين؟ هنا اهي. طب لو رجع اند اللي هو دوت، ايه اللي هيحصل؟ هيروح للاند
اللي هي البري ديفايند عندي في اللان جراف اللي هي ديت. تمام. طيب. أه بعد كده لو انا كنت في التولز طبعا هحتاج ارجع لل ام تاني اهو. انا في التولز هرجع لل ام تاني عشان بعد كده اخلص واباص الاوتبوت بتاعك. فده بتاع السطر دوت. بعد كده بكمبايل عادي عشان اعرف اعمل انفوكيشن لل للجراف بتاعي. بعد كده انا عندي 3 كويري كل واحده للتول الفلانيه دي، مثلا بتاعت الويزر وات از ذا ويزر اوف لندن. بعد كده اللي هي التول بتاعت التبس، كالكوليت 20% تip اوف 50 بل. بعد كده بتاع السيرش بتاع التافلي، بقول له search for the latest news about AI agents. السطر دوت او الكام سطر دول بتوع ال الصورة بتاعت الجراف بتاعي. بعد كده هلف بقى على البرومتس ديت وهبتدي ايه اطبع الاوتبوت بتاعي. فتعالوا كده نشوف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي. بسم الله. مم. هو مجهد شوية. ايوه. اهو اول واحد what is the weather in London اهو. عمل استخدم التول بتاعت ايه بتاعت الويذر. والفاينل انسر لو فاكرين بتاعت لندن كانت 15 فعلا. فين لندن 15. بعد كده عندي ايه 20% تب في 50، فانا عندي فعلا اللي هي تول تيب كالكوليتر او كالكوليتنج مش عارف ايه is called وحسب الكلام دوت. واخر واحد ده بتاع ايه بتاع السيرش بتاعي بتاع الايجنتس. حتى هو جايب لي اللينك اهو لو عايز ايه افول اشوف هو بيقول ايه. طيب. الدنيا اسهل طبعا لو انا هستخدم لانج تشين بس. هي نفس الفكرة مفيش اي اختلاف. نفس الكلام. التولز. بعد كده التب. بعد كده التافلي. بقى ايه بقى initialize الموديل بتاعي وبابايند التولز بال LLM. فبقى كده عندي ايه augmented LLM. نفس الكلام انا عندي التلاتة prompts. مثلا عايز ممكن اعمل فور لوبينج وعليهم كلهم زي ما عملت في الجزء بتاع لانجراف بس عادي يعني. مثلا التيب برومبت هبتدي اشوف مثلا هو ندى على انهي تول هيطبع لي الكلام ده. وعلى حسب مثلا هو هيرجع لي في الريسبونس انهي اسم تول هبتدي مثلا انا عايز خلاص رجع لي الويزر يبقى انا هجيب الويزر. رجع لي الكالكوليت تيب هجنريت الاوتبوت بتاع الكالكوليت تيب. لقيت ان التول نود بترجع لي التافلي سيرش. هانفوك التول بتاع التافلي سيرش. وهكذا ممكن ما اعملش كل دوت وارجع ريسبونس عادي جدا print response to content وهيرجع لي الكلام ده كله برضه يعني على حسب عادي اللي يريحك. طيب. كده خلصنا الجزء بتاع ال LLM augmented الخاص بالتولز. نيجي لآخر جزء وأخف جزء اللي هو بتاع ال structured output. لو فاكرين ممكن استخدم في دي في حاجة زي ايه زي انت بتعمل سكورينج مثلا او مش سكورينج. انت في خدمة بتبيع حاجات فبتقول للعميل مثلا اعمل لي ريفيو. فطبعا مش هتقول له زي ما قلنا انت هتحط لي هنا السكور ومش عارف اكتب لي مثلا الاوت بتاعك او الريفيو بتاعك سكور والريفيو مثلا كام من 5 ومش عارف ايه سيكشن تاني وسيكشن رابع. مش هتقول له كده طبعا. هو هيكتبه بلان تكست وانت اللي عليك ايه ان انت تهندل الكلام دوت عشان لو مثلا عندك داتابيز تبتدي تخزن كل مثلا ايتم
السكور بتاعه كام او الريفيو بتاعه ايه، علشان تحسن مثلا من البرودكتس بتاعتك، تجيب حاجة احسن او تجيب من الحاجات اللي اليوزرز مبسوطين منها، وهكذا. ف فانت محتاج ايه بقى؟ ان انت يبقى الاوتبوت بتاعك structured، انت عارف ان الاوتبوت هيبقى فيه مثلا كذا وكذا 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 وكذا. فتعالوا نشوف الكلام ده ممكن يحصل ازاي. بإمبورت الكلام اللي أنا عايزه، وبلود الإنف عشان ال LLM بتاعي. هنا بقى إيه ال القصة؟ ال structured output هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه كذا حاجة. أول حاجة أنا طبعا عملته في كلاس اسمه product review، و بانهرت البيس موديل. هيبقى إيه ال structured output بتاعي؟ هيبقى فيه مثلا البرودكت نيم، ده عبارة عن string. الكلام ده مهم عشان انت كأنك بتدي ال LLM بتاعك الديسكريبشن بتاع كل واحد من السكيما بتاعتك، هيبقى بيتكلم عن ايه بالظبط. فيعني ده مش مجرد ايه كومنت وخلاص. فهنا بتقول له الفيلد دوت هيبقى string، والديسكريبشن بتاعه name of the product. حلو. بعد كده السنتمنت، مثلا هو الدنيا تمام، فبوزيتيف نيجاتيف نيوترال. فده يبقى ايه برضه string. الريتنج ده يبقى انتجر، والفيلد دوت عبارة عن ايه؟ الريتنج بتاعك من 1 ل5، جي اي جريتر يبقى اكبر من 1، وال اي للزان 5. فانت بتحدد له ايه الرينج بتاعك. البروز والكونز طبعا المزايا والعيوب هتبقى list of strings، وهتبقى الفيلد دوت description list of positive aspects. والكونز بتاعتك هتبقى برضو list of strings، والفيلد دوت هيبقى ايه description list of negative aspects. آخر حاجة السامري هتبقى string، الفيلد دوت الديسكريبشن بتاعه brief summary of the review. يبقى انت لما اليوزر هيدخل لك البلين تكست دوت، المفروض الاوتبوت اللي انت هتستلمه بقى حاجه بالمنظر ده: البرودكت نيم اسمه كذا، السنتمنت مش عارف ايه، نيجاتيف بوزيتيف، الدنيا تمام مش تمام، الدنيا عادي، ما انبسطتش مثلا، او أيا كان. الريتنج هتقول مثلا ده 3 من 5، 4 من 5، من 1 ل5. والبروز كذا، الماوس مثلا تمام مش عارف ايه. الكونز الشاحن او البطارية بتفصل بعد ساعتين. والسمري. يبقى ده الايه الاوتبوت الايه اللي المفروض يطلع. طيب، ال LLM هستخدم جي بي تي 4 او من اوبن اي اي. هنا بقى ايه الاوجمانتد LLM. بس هنا بقى بدل بايندينج تولز بتقول له ايه LLM دوت with structured output. تدي له مين؟ اسم الكلاس بتاعك اللي هو هيبقى منظره او كده، هو عارف الاوتبوت بتاعه هيبقى حاجه بالمنظر ده. مش هيجنريت اي حاجه من دماغه خلاص. هو عارف الرولز او السكيما اللي هيبتدي يجنريت عليها الاوتبوت بتاعه. آه هنا بتدي البرومبت للايه LLM بتاعك هو ايه. You are a product review analyzer extract structured information from reviews. وبتدي له ايه البلين تكست اللي اليوزر هيبعته. وبتعمل الترين بتاعك ان انت هتبتدي البرومبت، ومن البرومبت هتباصي للستراكشر LLM، ومن الستراكشر LLM هتاخد الاوتبوت بتاعك. ده ايه؟ لينك تشين. فدي التشين بتاعتك هتبقى بالمنظر دوت. تمام. طيب، عندنا هنا ايه اليوزر هيبعت الكلام ده ويقول له I put this wireless mouse مش عارف ايه last month it's been great. battery life is incredible. بطارية كويسة. I have only charged it once in 4 weeks. حلو الكلام. The ergonomic design fits my hand perfectly and the buttons are responsive. الزراير تمام وكل حاجة تمام. The scroll wheel is a bit stiff and makes a clicking sound. ماشي. دي يبقى اللي فوق دوت كان البروز، وده الكونس. Also it's quite expensive compared to a similar models. دي كونس برضه غالي شوية. وبيقول له ايه؟ اديله 4 من 5. هنا التكست بلين، كتب الكلام رأيه من غير ما يفكر مثلا يقسمه مش عارف ايه. وده طبيعي، مش غلط. هبتدي ايه انفوك الكلام دوت، وهشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا نشغل الاوتبوت.
بايثون. اكتب بالعربي. آه بايثون اللي انا كاتبه ده، واسمها structured output.py. تعالوا نشوف ايه اللي هيطلع. صوت حقل الصرصور. يا مسهل. حلو قوي. بصوا بقى، برودكت نيم وايرلس ماوس. فهم ان البرودكت نيم اسمه ايه؟ وايرلس ماوس. او sentiment positive. اغلب الكلام ايه؟ ان الباتري لايف از انكريدبل، والتشارج ات وانس 4 ويكس مش عارف ايه، والامبلمنت ديزاين فيتس ماي هاند. فيعني تقريبا الدنيا ماشيه كويس. الريتنج 4. الراجل ادانا 4 بتاع دوت. البروز انكريدبل باتري لايف تمام. ergonomic design fits hand perfectly. والresponsive buttons. والcons scrolling wheel is stiff and makes clicking sounds expensive compared to مش عارف ايه similar to models. وهنا السمري بتاعك. فهو هنا ايه؟ بقت الدنيا structured. product name، او لو فاكرين السكيما بتاعتي، product name اهو، sentiment اهو، الريتنج اهو، البروز اهو، الكونز اهو، list of strings برضو، البروز list of strings، والسمري بتاعي. آه خلصت. يعني اتمنى ما اكونش طولت، او كان اتمنى يعني اكون وفقت في الشرح. مش عارف الصراحة، هل انا بشرح بسرعة أو مش بتعمق في الحاجة، ولا العكس يعني. أنا بحاول أبقى إيه، خير الأمور في الوسط. مش عايز لا أبطأ أوي وأتعمق أوي في حاجات، أو أسرع أوي وأكروت. فمش عارف هل أنا ماشي كويس ولا محتاج أعدل حاجة. فيا ريت يعني لو في حد عنده أي فيدباك أو أي كومنت، اي حاجه حتى. يعني مش قصه السرعه بتاعت الشرح، يعني اي حاجه في الشرح عامه. في حاجه محتاج اركز عليها، في حاجه نسيتها كان المفروض اقولها مثلا في الشرح. آه يعني يعني اتمنى يكون الفيديو كانش ممل، والناس تطلع منه باستفاده. حتى لو اسماء الحاجات دي، يعني انا ابقى مبسوط جدا لو حد بس حتى عارف اسماء التوبكس اللي اتكلمنا عنها وهو دور مع نفسه. ان شاء الله ابعت لكم هسيب اللينكات بتاعت الارتكلز في الكومنتس. انا كان نفسي اسيبها في الديسكريبشن، بس هو يوتيوب مش عارف، بيقول لي استنى شوية، او في فيريفيكيشن حاجة كده. بس يعني دعواتكم الفترة ديت محتاجة. فاشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله، ودعواتكم. سلام.